لا هو الماتش فنيا يمكن الاداء ما كانش كويس، كان بعيد خالص عن مستوى النادي الاهلي ومستوى نادي الزمالك، يعني ما يليقش باسمهم. يعني كان الناس متوقعه اللي هو ماتش كان هيبقى اقوى من كده بكتير. بس اعتقد يعني يمكن كان في يعني الامور قبل الماتش هي اللي ادت الماتش. يمكن النادي الاهلي كان بيمر بظروف صعبه شويه، ونادي الزمالك يعني يمكن برضو يعني هم ركزوا ان هم يكسبوا النادي الاهلي مكسب كبير. فالموضوع ما يعني الموضوع بقى ضغط على نادي الزمالك، وفي نفس الوقت النادي الاهلي مركز اللي هو ما ينفعش يخسر في الماتش زي ده، ياخد منه كتير في الدور الثاني. فالعمليه بقى هنا حافظ شويه، وهنا ونادي الزمالك برضو ما كانش مستوى نادي الزمالك، فالامور طلعت مش ما يليقش بماتش النادي الاهلي ما والزمالك. يلاقش. لا لا انت ما استمتعتش؟ لا خالص، ما اعتقد ان اه، ما فيش حد في مصر استمتع ولا بالماتش الهوا ده. ولا حد استمتع اطلاقا، لا ولا حد توقع ان الماتش ده يطلع بالشكل ده خالص. يعني يمكن الماتش ده يمكن من سنتين ثلاثه كان ماتش الاهلي والزمالك، يمكن ده كمان كان الناس كلها مركزه مع الماتش ده بالذات، غير السنه اللي فاتت واللي قبلها. اه، عشان تقارب عشان النقط. تقارب، والنادي الاهلي راجع ونادي الزمالك عاوز يكسب ويحسم يعني يبعد شويه، ونادي الاهلي عاوز يكسب الزمالك عشان فالناس كانت مركزه بشكل كبير في الماتش، فالماتش طلع بعيد خالص عن توقعات معانا الناس. على التليفون الكابتن طارق مصطفى، مدرب عام نادي المقصه. كابتن طارق، مساء الانوار. المنوره يا كابتن مدحت، وكل سنه وحضرتك طيب. وانت بالصحه والسلامه يا كابتن، اهلا اهلا. قول بحب لنا، حابب تقول لنا ايه في المناسبه الحلوه دي؟ الله يخليك، بحب امسي على مؤمن زكريا وعبد السلام نجاح. انت بصراحه الاختيار بتاعك بتخلينا بتجبرنا ان احنا نقعد قدام الشاشه نتفرج، لانه لعيبه من اللعيبه الموهوبه، اللعيبه المحترمه. ربنا يخليك يا كابتن، وده دورنا، ان احنا لازم اللعيبه دي كلها تبقى طلتها موجوده، ولان هم لعيبه ما شاء الله. بس انت عارف الاعلام دايما اهلي وزمالك كالعاده يعني. بالظبط. لا انا بحييك كابتن مدحت، ويمكن النقطه اللي انا بحب اضيفها لحضرتك، لان انا اتمرنت مع المدير الفني السويسري الان جيجر في نيو شاتل في سويسرا. اتمرنت معاه. في نيو شاتل. امم مدرب ذكي جدا، وبيعرف يحفظ اللعيبه تكتيكيا ازاي في الملعب. ويمكن هو عنده النقطه اللي كانت تنقص لعيبه كتير جدا في مصر، اللي هي النقطه الدفاعيه، اللي لعيبه كتيره جدا بتتحرك غلط في الناحيه التكتيكيه. هو بالنسبه له هيفيد كتير جدا النادي المصري في النقطه دي. برافو. انت اتمرنت معاه قد ايه يا كابتن طارق؟ مرنت معاه سنه في نيو شاتل. ما شاء الله. وشخصيته قريبه من اللعيبه، حبوب يعني اللعيبه بتحبه؟ لا حبوب، وهم يقولوا لك عن الموضوع دوت. يمكن هو يعني في وقت قريب جدا ممكن يقرب من اللعيبه بشكل كبير. يعني شخصيته قائد في الملعب. بالظبط، قائد في الملعب وبيحافظ يا كابتن مدحت. يعني فين الباك ليفت مهاجم، الباك رايت يبقى فين، الديفندر بيبقى نص الملعب فين. يعني هو بيعرف يحفظ لعبه كويس قوي. بس اللعيبه تستوعب يعني على الموضوع ده. بس انا بحب اكد عليك ان يعني هيبقى ليه دور كبير جدا في الدور الثاني مع فريق النادي المصري. يعني انت متوقع النادي المصري هيبقى له شأن اخر مع ألان جايجر؟ بالظبط. والقماشه كمان اللي موجوده في النادي المصري يا كابتن مدحت، بالظبط كده. لعيبه كتيره جدا عندها من الحلول الفرديه، وعندهم دكه دلوقتي يقدروا ان هم في اي وقت يغيروا عندهم. يعني انا بحب من النوعيه اللي انا بحبها انا كطارق مصطفى، النوعيه اللي زي مؤمن وعبد السلام، محمود عبد الحكيم، بركات، ابو تريكه، شيكابالا. اللعيبه دي يعني انا مع احترام الكره المصريه قلت كتير في مصر، فلازم نحافظ على النوعيه ديت ان شاء الله في المستقبل يعني. جميل. طيب بمناسبه بقى اتصالك كابتن طارق، اخبار مصر المقاصه جايبين لعيبه جديده في يناير؟ والله بالفعل يا كابتن مدحت، يمكن احنا تعاقدنا مع سامح العضروسي، وده كان لعيب معانا من انتاج السنه اللي فاتت، وعارفين وعارف طريقه شغلنا. سامح العضروسي مش كان في المصري؟ جالكوا. كان في المصري. مين تاني يا كابتن؟ وفي ان شاء الله 2 لعيبه، يعني ان شاء الله يعني قريب هيبقى ايمن عبد العزيز. ايمن عبد العزيز من الناس المطروحه، وان شاء الله بنسبه كبيره جدا هيبقى موجود معانا ان شاء الله. جمال حمزه برضو من الاسامي المطروحه يا كابتن مدحت. واحنا يعني الحمد لله الكابتن طارق لينا نوعيه معينه من اللعيبه، يعني ما بنختارش اي حد. المكان اللي احنا بنحتاجه او المكان اللي هو يعني عارفين ان هو هيفيد الفرقه وهيتماشى مع طموحنا، هو ده اللي هيبقى موجود معانا ان شاء الله في الفتره الجايه. يعني هل تم الحوار مع جمال يا كابتن ولا لسه؟ جمال بالفعل احنا بعتنا فاكس للمسؤولين في الجونه، وهم كانوا عرضوا قالوا 3 مليون، وبعدين في مفاوضات لغايه دلوقتي لسه. ليه 3 مليون ليه؟ يعني. ليه 3 مليون يعني؟ مش عارف يا كابتن. بأمارة ايه يعني 3 مليون؟ مش عارف يعني. احنا بنحاول يعني نوصل لحل.
بنحاول نوصل لحل على اساس ان شاء الله جمال لعيب كويس جدا. ما اختلفناش، بس هم المبلغ الرقم كبير قوي يعني. بالظبط هو ده اللي هم قالوا عليه. فهم ممكن يكونوا يا كابتن مدحت المبلغ ده ممكن يكون لانهم محتاجين جمال، بس بيحاولوا ان هم يوصلوا لحل ان هو يعني يقعد، لان انا شايف ان جمال هيفيد كتير جدا الجونه لو هو استمر معاهم. اكيد 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 طبعا. طيب يا كابتن طارق بنشكرك شكرا جزيلا. كتير جدا يا كابتن. بشكرك شكرا جزيلا. يعني هو جمال اصله كان وصل لطريق مسدود مع كابتن انور سلامه، فبالتالي صعب شويه. طيب يعني انت ماتش الاهلي والزمالك ما استمتعتش بيه اطلاقا؟ لا ما استمتعتش. ما استمتعتش بيه. قول لي يا مؤمن من وجهه نظرك افضل، يعني خلينا برضو اسالكم السؤال اللي انا سالته امبارح، لان انتوا ارائكم بتهمني قوي وانتوا ما عندكوش حته تحيز. افضل حارس مرمى الموسم اللي فات مين؟ ابو واحد السيد. عبد الواحد السيد. وانت عبد السلام؟ الموسم اللي فات اعتقد ابو واحد، يمكن امير عبد مش الواحد. اوكي، ما كان لسه امير ما لا السنه دي ما مش كانش بشكل بيلعب. كويس. اوكي. طيب افضل مدافع؟ افضل مدافع محمود على فتح الله. مهلك. محمود فتح الله. محمود فتح الله. ها؟ يمكن كابتن وائل جمعه وهاني سعيد معاه، شايف الاثنين. وائل جمعه وهاني وهاني سعيد. سعيد. طب ابدا بيك بقى المره دي. افضل ديفندر؟ ديفندر السنه اللي فاتت على مهلك. انت على مهلك ذاكر. حسام عاشور. أنا عرفت انت مين. عارف انت. حسام عاشور. حسام عاشور افضل ديفندر. ها؟ حسام عاشور وابراهيم صلاح. حسام عاشور. انا شايفك مايل في سكه الزمالك شويه. لا حسام عاشور وابراهيم صلاح. اوكي ده حقك، بس انا عشان منك كل اختياراتك كانت زمالك. لا ما لا بس ده فكرك انت. حسام عاشور وابراهيم صلاح ده افضل ديفندر. افضل انا مطلعكم انتوا بره الاختيارات عشان مش عندكم حرج. طيب افضل لاعب وسط مهاجم الموسم اللي فات شيكابالا. شيكابالا. هقول مين؟ شيكابالا. لا براحتك. شيكابالا ما فيش، هو شيكابالا. شيكابالا. يعني جده مثلا ما اشتغلش. لا هو في لعيبه كتير كويسه يا كابتن، بس احنا بنتكلم في لعيبه كتير، يعني في كابتن ابو تريكه في لعيبه كتير كويسه، بس احنا بنتكلم على اللي هو الفتره دي كان فايق وكان ماشي كويس. يمكن الدور الثاني شيكابالا كان ماشي بشكل شيكابالا واحمد عيد. نسيت احمد عيد ده. يمكن احمد عيد السنه اللي فاتت انا يعني حد سالني قبل كده قلت له السنه اللي فاتت كان احمد عيد المفروض ياخد احسن لعيب في مصر، المفروض الطبيعي كان عامل موسم كويس قوي السنه اللي فاتت. اوكي. طيب لكن انت رايك انه شيكابالا. شيكابالا وعيد مع واحمد عيد عبد الملك. طيب افضل مهاجم؟ افضل مهاجم فرانسيس. لا قول ابو كونيه احسن. لا افضل مهاجم. طب ايه عيب فرانسيس؟ استنى بس الاول، ايه عيب فرانسيس ما دام انت قلته بالتهريج؟ قول لي. مش عارف له حاجه. مش عارف له حاجه خالص؟ لا يعني الوحيد اللي كان كويس وزعلان ماتش الانتاج، ان هو كان كويس في ماتش الانتاج. ده الماتش الوحيد اللي لعبه بالاضافه للشوط وحته بتوع الترجي. ماتش الانتاج ده ماتش اللي انا كنت في الانتاج ساعتها، فكنت قلت هو بيلعب ليه كده؟ مستغرب. مش هو فرانسيس انت تعرفه؟ لا. طب انت شايف ان عنده امكانيات؟ انا شايف ان هو يلعب تحت الفراوده. تحت مش فيرود؟ مش فيرود لا. افضل له من وجهه نظري. بس هيلعب فين؟ صعب. بس هيلعب فين بقى؟ يلعب فين؟ لا هو فيرود. لا هو ما ينفعش، هو فيرود بس هو ممكن بقى مش موافق مع النادي الاهلي. لا مش موافق. طيب مين افضل فيرود؟ احمد عبد الظاهر. ام بي السنه اللي فاتت عماد متعب اعتقد اللي هو فرق مع النادي الاهلي الدور الثاني بشكل طبعا كويس. انا موافق 100%. واحمد الظاهر على فكره لعيب كويس جدا. هو عبد الظاهر السنه اللي فاتت عماد كان رائع يعني. عماد ده هو في الماتش بتاع الاتحاد الليبي ده كان هايل بصراحه، وماتش الزمالك 3-3. بس انا يعني الناس دي لازم تاخد حقها شويه، عبد الظاهر والناس دي. مظبوط. عبد الظاهر السنه دي ماشي بشكل كويس. لا ماشي رائع. مع انبي. لا هاي. طب ايه رايك على ذكر مؤمن ان يبقى ابو كونيه راس حربه افضل حارس راس وتحت منه فرانسيس؟ ايه رايك في الشكل ده؟ لا انت حضرتك اللي تجاوب بقى. انت شايف التشكيل ده حلو؟ ابو كونيه وتحتيه فرانسيس؟ بس انا عاوز برضه نقطه يا كابتن، هو ممكن يكون لعيبه مش موفقه في انديه، ده طبيعي في الكوره. قول لي. طب قول لي انت لعبت مع ابو كونيه، قول لي بقى. انا شايف ان هو كويس. طب امال ايه بقى في ايه؟ طيب يعني هو بس على فكره ما لعبش عندك في الشوط في الدور الثاني كتير. لا لعب في الدور الاول. الدور الاول لعب، والدور الثاني لعب بس في فترات. لا لعب قليل الدور الثاني. بس انا لعبت معاه يعني. هو يعني راجل يعني الناس بتستغل ان هو لازم يبقى محطه، لازم يبقى يعني تديله كوره هو يقف عليها. هو مش من النوع اللي هو زي الافارقه الصراع زي اوتو بونجو والناس دي. لا مش سريع. مش سريع. هو بيجيب اجوان. جاب كام جون؟ جاب 5.
متاكد؟ بس السنة اللي في فاتت. في قصه جاب تانية اتنين برضه في يا بتروجيت. كابتن. ها؟ انا شايف اللي برضه مش اي لعيب ممكن يلعب اهلي وزمالك، مش قصه مش على بوكينيو والناس دي. الامور بتبقى مختلفه شويه. يمكن النادي الاهلي ونادي الزمالك بيحبوا محتاجين لعيبه من نوعيه تانية خالص، اللي انت تلعب تحت ضغط عصبي واللي انت تكسب كل الماتشات دي مش اي لعيب ممكن يلعب. وبعدين انت بتلعب فرق كلها مركزه مع النادي الاهلي ونادي الزمالك، فدي بتبقى محتاجه لعيبه تانية خالص. فانت يعني في لعيبه ما تقدرش. يمكن احنا كمان في النادي المصري السنه اللي فاتت في الامور هناك في مواقف صعبه